أحب الرجال اللي لها في المراجل صيت، على الدين وعلوم المراجل مسيرتها، صحاح القلوب اللي ترحب اليا من جيت وجيه تعبر عن غراك بشاشتها. أولا أشكر سناب مشاهير سبيع على اهتمامه في أبناء قبيله ورموزه وشعاره، وعلى استضافته لي لألتقي مع جماهيري العزيزة من قبيلة سبيع التي أعزها وكلها الاحترام والتقدير. أما سؤال أني عنصري، أنا من أبناء قبيلة سبيع، سبيع هي اللي طلعتني وتفاخري فيها. إذا كان يحسب عنصرية فأهلا به. من وجهة نظري أن الفخر الذي لا يمس في القبائل الأخرى أو يتعرض لحقوق القبائل الأخرى ما أعتبره عنصرية. العلم أنه في السنوات الأخيرة طغى شعر الحماس وشعر المفاخرة، الشاعر ما يطلبها الجمهور، يعني ما هناك قصة معينة بعينها، ولكنه هو لون محبب عند شريحة كبيرة من المجتمع ويمكنني أنا أعجبت فيه، ولكن هو لون من ألوان الشعر. أنا يعني أشوف ما هناك فرق ولا في هناك تفضيل، وقد يكون السبب يعني مثل شيلة زينب دوية ومطار دبي، وهي لها الفضل في انتشار في أكثر بالنسبة هل ألعب شعر المحاورة؟ لا والله، يمكن محاولات قديمة أيام الكنود وأيام المنتديات. شعر المحاورة لم يعد مطلوب خاصة من الجماهير، ولكن رموزه موجودين، ولكنه كشعر مطلوب في الساحة خلاص ما عاد مطلوب. جماهير المحاورة تحولوا إلى الشيلات من حسنتها، بس مع أنها قضت على المحاورة، لكن من حسنتها أنها فكتنا من الأغاني. أنا صراحة عندي مبدأ، يعني من البداية ممكن تجرب في أي شيء، لكن بعد ما تقطع مشوار طويل في النظم بعدين ترجع المحاورة أشوف أنها صعبة. سيما في الوقت الحالي لم تعد المحاورة مطلب، يعني ما في هناك دافع أو حافز فيها يدفعك يمه. إذا طلبوا مني يستاهلون، بس لا والله، الشيء رغبة. كل إنسان يشوف نفسه في نمط معين. أنا المحاورة ما راقت، هو ليست المحاورة فقط، حتى الأمسيات والأمسيات هذه خلاص يعني مرحلة وانتهت، يعني سنة الحياة. يعني ما هي الشيلة اللي انتشرت لي؟ طبعا زينب دوية اللي ليتني ما جيت سوق الفيصلية. طبعا هي تعتبر أفضل شيلة غزلية حتى في اليوتيوب الآن، ومشاهداتها وصلت 6 مليون. إن ظهوري قبل 7 سنوات لا، ما أعتقد، أنا أعتقد أني أبعد من ذلك. طبعا أنا أول نشري في 94 عن اللي هو مجلة المختلف، مجلة فواصل، جريدة الرياض، جريدة الجزيرة، المسائية، مجلة اليمامة. أما الظهور في القنوات الفضائية أعتقد من بداية طلوع القنوات الفضائية مثل الساحة، ثم الصحراء ورواسي. تأخير، ما هناك تأخير، هو كان يعني قبل يمكن 20 سنة كان في صعوبة في الطلوع لقل القنوات وقل المصادر. جاتنا أسئلة الكرة. لا والله، أنا أشجع السعودية وأحب الغرب، ولكني أشجع الأندية كلها، بس ما نبي أشوف لعب الكرة ده، ما نبي أشوف، بس أشجع مشاعري أشجع. القلب تعني لي هي الوقود اللي يدفعني إلى التقدم والإبداع، وكسبت من خلالها حب الناس، ومهما قدمت أشوف أني أخذت منها ولا أعطيتها. يعني هي عطتني الشهرة، عطتني حب الناس، عطتني الظهور. على طاري مسمى الغلبة، ترى هي العزوة الوحيدة اللي ما يشارك سبيع فيها أحد، تغلب ولا تغلب. بقول لي شطرا على قوله لهوف، يا خيل الغلبة سبيع أهل العشر، العزوة اللي ما تقوت بالحلوف وجهها تدري لونها في القبر. قبيلة عريقة بأمجادها وإنجازاتها وفعولها وأسلوبها الطيبة، وأخذت احترامها بين القبائل كلها. أقرب قصيدة إلى قلبي طبعا كل قصائد الشاعر قريبة له، لكني أحب قصيدة دائما أرددها. أحب الرجال اللي لها في المراجل صيت، على الدين وعلوم المراجل مسيرتها، صحاح القلوب اللي ترحب اليا من جيت وجيه تعبر عن غراك بشاشتها. معين متأثر فيه؟ لا والله، أنا أصلا غير مطلع يعني حتى على قصائد الشعراء الثانيين أو الكتب أو النبي، ما غير مطلع عليها. لكن بعد ظهور الشيلات يعني نسمع شيلات تعجبنا، صحيح أن نعرف منشدها ولكن ما نعرف شعرها، بس ما تصل لدرجة أني أتأثر في نمطها. أنا صراحة يعجبني ترك المحاسنة، أشوفه هو اللي الآن تقريبا في الساحة، لا من ناحية الصوت ولا من ناحية طريقة التعامل، طريقة اختيار النجم القادم والخطير، الله يوفقه إن شاء الله، اللي هو نجم سبيع مفلح بن عاضة.
قادم قوة يبي دعم. من ناحية الشعار كثيرين، لكن من ناحية يعني الشعار الشباب أنا أشوف والله طلال بن سوقان قادم بقوة، ومو بالمنشدين وبس، حتى الشعار يحتاجون إلى دعم، ولكن أنا أتكلم عن الشعار حسب السؤال. يقول الشعار الشباب يعني. كلامنا في طاري الشعار، أنا صراحة أمسي على الشاعر الكبير زامل الحميدي، وأمسي على الشاعر الكبير شبيب بن شاهر، الله يمسيهم بالخير. هؤلاء أنا إعجابي فيهم يتعدى مرحلة الشعر، يعني منهم سن القبيلة، مراجلهم علومهم الطيبة، الله يطول عمره. كذلك أمسي على الشاعر الكبير تركي بن ماضي مديري، ونعم المرجلة ونعم اللحية ونعم الحمية ونعم الصداقة. ولا يفوتني أن أمسي على الشاعر القدير المبدع عبد العزيز الحمد، الله 60 نعم أبو سعود، رجل مجمل القبيلة ومجمل في شعره ومجمل في مراجله. يحكينا عاد السؤال اللي يقول لا بغيت الرجال يجذب سريعا عمره. أنا أسجلها بسرعة 19/72. طبعا في النهاية أشكر سناب مشاهير سبيع، وأقول الله يقويكم ويبيض وجيهكم على خدمة أبناء القبيلة. ونعلم أنه يأخذ من وقتكم الكثير وجهدكم، عندكم مصالح وعندكم أمور، ولكن هذا كله في خدمة القبيلة. لذلك حنا نقدر لكم هذا الجهد ونشكركم ونقول الله يبيض وجيهكم، ويجب التعاون معكم. رسالتي لكل شاعر أو منشد أو رمز من رموز هذه القبيلة، أقول الحساب هذا يحتاج منك إلى دعم. أما جمهور الغلبة ما يحتاج نوصيهم، أقول هذا حسابكم، ما ارتفع حسابكم أنتوا عزيتوا حسابات دول. حساب للغلبة وباسم المشاهير، الله يبيض وجه من يدعمونه، واللي عليه ربوعنا يا المناعير تكفون يا السبعان لا تهملونه. كايده والطيب كايد من لقاها ما سوالف ما لقاها، كون من هو اللوازم ما يحايد منهجه. عزوة من قدم ما تعرف كافة، خير الغلبة والاخصام تدحرها. ربعي معزة البهار، والله ان المجدين والنوامي الفخر، عنه الغلبة هلا الصيت عالينا الوقار، ولعنه براس ما يقدح على ربع أسياد ودها ما فيه علم غانم ما نسوي. غزيناها وقام الحظ قام، عزوتنا الغلبة ومحزمنا الظفر، رجالنا جبناه من غير النظام، نسجناهم جبناه بالقوة جبر. سدنا وسطفنا قبل حكم الإمام، مع الإمام لنا مواقف وقدر، مع الإمام لنا مواقف وقدر. إن أهل البيرق ولا فيها عد ما يحق بله من سروره، هاجسه بالمدحة الغلبة نحاول. طبعا يا سبعان لا جت الضرورة، حاضرين مع الفعل والعزاوي، خير الغلبة ولا النموس فره، لفت بطه بتتعب كل راوي. كونت تاريخها سنه وصوره، كانها بالمنزله نجم سما. مضمون القصيدة في الختام بدا ما به مع الغلبة خشر. قصيدة في الختام بدا ما به مع الغلبة خشر، بدا ما به مع الغلبة خشر.